محمود هات. هات، ده انت في عندك كتير، في عندك كتير والله. اهو انا مش بقول لك ربنا سبحانه وتعالى هيوقعكم في شر اعمالكم. قسما بالله مش هيضيع حقوق حد، ولا هيضيع حق فاطمه الله يرحمها، ولا هيضيع دعاء برضه. عشان انا برضه انا مصممه على دعاء ان هي بره الموضوع. ربنا بيوقعك في شر اعمالك انت وشهد، والله العظيم. يعني دعاء قالت لاختك ما ينفعش محمود وفاطمه يطلعوا فوق لوحدهم. يا اديك انت اللي قلت، انت اللي قلت بلسانك، انت اللي قلت بلسانك، محدش قال. قلت دعاء شافتني فاطمه وقالت لاختي ما ينفعش محمود وفاطمه يطلعوا فوق. يا ترى امتى؟ يا ترى ازاي؟ انت ما قلتش، الله اعلم. بس كفايه ان انت قلت ان دعاء قالت لاختك ان ما ينفعش محمود وفاطمه يطلعوا فوق لوحدهم في قلب الشقه. ضيف على كده بقى يا شملول، ماشي، المحروسه بنت اختك شهد، اما وهي بتكلم المراسل، ماشي، قالت ان فاطمه كان شكلها وارم وشعرها منكوش. ركزوا قوي كده في كلمة شعرها منكوش. يعني أنا بتكلم في حاجة معينة. أنا مجنونة، خدوني على قد عقلي، معلش. أنا أضعف الناس وأقل الناس، بس خدوني على قد تفكيري. يعني معناها كده إن البت كلت علقة ما كلهاش حمار في مطلع، بالوش الوارم والشعر المنكوش وكل ده وكل ده، بإن هي واخدة وضع اليد في التليفون وماسكاه ومحدش عرف يخرج من ايديها. حتى الاسعاف لما جت وشالتها، شالتها والتليفون في ايديها. يعني يا دعاء انت كذابه، لان انت قلتي ان انت اللي حطيتي التليفون في ايديها. لو حطيتي التليفون في ايديها مش هتعرف تتملك بعد وفاتها انها تقفل ايديها على التليفون. دي حاجه. الحاجه التانيه يا دعاء، وانت بتمثلي في الجريمه، ماشي، وقلتي ان انت طلعتي عليها وضع الحصان، بان فاطمه اساسا ميت على ظهرها، نصها على المرتبه ونصها في الارض، المرتبه اللي فوق في الشقه. وما عرفتيش اساسا تمثلي اي حاجه. كده انت حلو يا محامي يا بتاع فاطمه. انت حلو ليه بقى؟ او شغلت عقلك في ايه بقى لما هي راحت تمثل الجريمه؟ لقيتها ان هي ما عرفتش تمثلها زي ما هي اعترفت. ما هو زي ما بنجيب حق الميت نجيب حق الحي برضه، ولا ايه؟ ما انا شايفه ان في اتنين كده آه هيروحوا، او راحوا بمعنى اصح. ليه بقى؟ عشان في اتنين تانيين هم اساسيين. انا شايفه ان هم الاساسيين، محمود وشهد. شهد اللي كان كل شويه المراسل يجي يكلمها. يعني انا مش فاهمه انت بتضحكي على ايه، او لما بتيجي توصفي بتوصفي بضحك والكلام ده كله، بتكدبي كتير عامه، زي محمود بالظبط كده كداب. فانت ربنا سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيجيب الحق لاصحابه باذنك انت يا رب. كل ما ده ومحدش يجي جنبكم ان انت قلت ان مرات اخوك قالت لاختك ما ينفعش محمود وفاطمه
يطلعوا فوق. ورغم عن كده ان بعد السحور وكله الكلام ده انا قلته برضو، بان انت بصت على دماغها والمحروسه دخلت معاك، وقلت لها مش هعمل كده تاني. كلمه مش هعمل كده او ما تزعليش برضو يتحط عليها مليون خط. اكيد يعني. وان تاني يوم تاخدها بنت اختك وترجع من غيرها على اساس ان هي دخلتها نيمت عننا، ربنا ينتقم منك. حقيقي انا شايفه ان انت وراك مصيبه كبيره، والمفاجاه جايه ان شاء الله وهبان. تقوا على الصبر بس شويه شويه. الحقوق مهما طالت ولا قصرت بترجع لاصحابها، ده اللي انا اعرفه. لا اله الا الله. وفعلا الجمله دي زي ما بيقولوا، والله والله زي ما بيقولوا ياما في الحبس مظالم. في حاجات كده، في فعلا. ما هي اعترفت، يعني دعاء اعترفت. اعترفت ليه بقى؟ اخو دعاء لما راحوا لها وشافتهم كانت تتجنن على عيالها، كانت تتجنن وانهارت عشان عيالها. قال لها ما تخافيش، طمنها وقال لها ما تخافيش، عيالك معانا، عيالك معانا. وامها تلاقي حد عيالك معانا. اخوها بيقول لها انت ليه اعترفتي او ليه قلتي كده؟ قالت له محمود هددني بعيالي. محمود وحد تاني المحامي يبقى يجيب اسمه، هددوها بعيالها. محمود طلع هربان هو وجوز اخته ماشي من الزهور عشان مشاكل او من البلد. ابوهم كان محبوس في قضية المخدرات، يعني عيلة كلها بتاعت مخدرات. اخو دعاء بيقول اللي هي اخت محمود اللي احنا كنا مفكرينها ام شهد كانت بتمسكها تهينها وتضربها وبتبهدلها، وكانت المشاكل كلها مع اخت محمود ودعاء، وتاخد منها 50 جنيه بالعافيه فرده. وكمان اهلها كل ما يجيبوا لها تليفون ياخدوه منها عشان ما يتواصلوش بيها. كل ما يجيبوا لها تليفون بيقول اللي هي اخت محمود اللي احنا كنا مفكرينها ام شهد كانت بتمسكها تهينها وتضربها وبتبهدلها، وكانت المشاكل كلها مع اخت محمود ودعاء، وتاخد منها 50 جنيه بالعافيه. تاخدي منها 50 جنيه بالعافيه ليه؟ فرده، هي فرده. وكمان اهلها كل ما يجيبوا لها تليفون ياخدوه منها عشان ما يتواصلوش بيها. كل ما يجيبوا لها تليفون ياخدوه منها. اخر تليفون اهو كسروه لها واخوها بيصلحه لها. ايه؟ ايه بجد؟ ايه الجبروت اللي انتوا فيه دون؟ ناس مش سالكه. اختك معفنه. انا ما عنديش الا اختين اتنين، هما اللي كانوا شايلين البيت عندنا. واختي لما بتيجي بعيالها بتيجي عيالها زي الفل. انت رحت الدار بتاعتهم وشفتها عامله ازاي، قاعدين في زريبه وعايزين الخدامه تخدمهم. ايه ده؟ طرد سيد جوز دعاء، طرد جوز اخته من بيتهم عشان دخل لقاه بيشرب مخدرات. قال له مش اطلع بره، تجيش هنا تاني طول ما انت بتشرب. لو شفت ابو دعاء راجل غلبان بس شكله راجل محترم. واخوها والله يا جماعه لو شفتوه غير شكل سيد او محمود او جوز اختهم، غيرهم خالص. شكله بني ادم برضو محترم. ما هو مش ضريب زيهم ولا شمام زيهم. مش عارف، مش عارف. لبسوها في حيطه بتهديد بعيالها، هددوها بعيالها. ما هي وزنها 50 كيلو، وزنها 50 كيلو.